عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال يا رب. عايزة اسأل سؤال، واحنا ليه مش بنعمل الترمس والحمص غير في العيد بس؟ يعني هف علينا كده، فقلنا الله، طب ما هو موجود طول السنة، ليه ما نعملهوش؟ وبصراحة لهم فوائد كتير. طبعا نقلل من الملح علشان الضرر. بس هو حاجة مسلية وجميلة ومفيدة. احسن من اللب بقى، اللب بقى غالي قوي يا جماعة، فبيعوزوا حاجة كده يقعدوا يقزقزوا فيها، فقلت ليه ما اعملش ترمس وحمص. عملت اهو برطمان ما شاء الله. هننزل بقى بالطريقة. ده مملح كويس قوي، هنوضب شوية كده، ممكن نحط كمون بيبقى معاه حلو قوي، بيتباع بقى على الشواطئ والحاجات اللي زي ديت في الصيف. الطبق قد كده بمبلغ، وشوية عصرة ليمون كده. هنا بقى جبت كيلو ترمس ونص حمص، غسلتهم كويس قوي بعد ما نقيتهم ونقعتهم في مية من بالليل لحد الصبح. لو عندك وقت بالنهار من الصبح لحد اخر النهار، هتبص تلاقيهم نفشوا كده وشربوا مية، وبقوا سهلين بقى في التسوية. حطيت عليهم مية مغلية وخليتهم يغلوا على النار. حطيت المية المغلية بقى، ما بنحطش ملح ولا اي حاجة في السليق، بنسلقه عادي خالص. المرحلة دي من غير اي حاجة خالص، هي مية بس. وما نحطش مية باردة، بنحط المية سخنة او بنخلي المية تغلي وبعدين نحط فيها الترمس وايه والحمص. ما بياخدوش وقت كبير في التسوية، تقريبا وقت سواهم زي بعض بالظبط. بنبدأ نسويهم بقى ونسيبهم كده على النار، ونشيل الريم اللي على الوش ده. هم دايما اي بقوليات بتطلع الريم ده. بنقعد نشيل بقى لحد ما ايه ينضف خالص ويبقى تمام. البخار بيغطي على الكاميرا. آه، خلصت بقى الريم كده وسبتهم بقى يغلوا بهدوء كده، وطيت عليهم وبدأت اتابع بقى كل شوية. ما بنسيبهمش بقى وننساهم على النار عشان ما يتهريش قوي ويبقى مستوي زيادة عن اللزوم وما يعيش معاكي. والمفروض يبقى سواه متوسط كده. طبعا كلنا عارفين سوى الترمس بيبقى عامل ازاي. المهم بعد ما خلاص بقى لقيته استوى تمام، كبيت بقى الميه، سبتهم شويه في الميه وكبيت الميه بتاعتهم وصفتهم وغسلتهم كويس، وحطيت لهم ميه مغليه تاني بس كنت مبرداها، وحطيت فيها ملح. كل لتر ميه حطيته عليه معلقتين كبار من الملح. ما بيبقاش مملح قوي يا جماعه عشان الملح ما يضرناش. ده كنت لسه ما صفتش. وحطيت بقى الملح بعد كده، وبألف هنا وشفا. بجد طعمه بيبقى رائع، وعندي بيحبوه جدا. عملت برطمان اهو. الطبق ده بقى تحط عليه شطه مثلا، تحطوا الكمون كده مع الليمون. شايفين المنظر؟ حاجه بتشهي، تحفه. طبعا انتوا عارفين الحمص بيدخل في سلطات كتير وله فوائد كتير، والترمس كمان له فوائد حلوه قوي. عايزه اقول لكم طعمه رائع رائع وسهل، ما فيهوش حاجه. هنعمل كلنا ترمس وحمص في غير العيد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.